ولادي دايما بس يشوفون الشوربة به بصل ما يرضون ياكلون. بس أكيد يعني أنا عندي حل للمشكلة هذه. حقول لكم طريقتي السرية بشوربات البندورة بشكل عام. سويت لهم كيكة يومية بنكهة الكسترة، يعني هيك حبيت أغير هالمرة. فكالعادة يعني أكيد لازم أصحى من الصبح، أصلي الفجر، أخلص شغلاتي، أحط لهم فطور وألبسهم يمشون على المدرسة، وبعدين أرتاح شوية وأبلش بالغدا. طبعا عندي هان شوية زيت زيتون مع كرات الكفتة، حربتهن حريب صغيرة مشان ما يتهاوشون بالغدا يعني زي هيك. حمسته لحتى صار انشقر. بالنسبة للشوربة عندي هان 4 حبات بندورة بالخلاط، راس بصل وحبة فلفل حلوة وسنين ثوم، يعني هيك حطيت بصل وثوم بس بدون ما يدرون، مع شوية مي خلطتهن لحتى اختلطن. هان حبيت أسويه بنكهة الفرفحينة، يعني شوربة الفرفحينة. طبعا تقدرين تحطين بطاطا فيصوليا خضراء الودشيا. قلبتها زي هيك، هي يدوب شوية ما تتقلب كثير فرفحينة. حطيت هان شوربة البندورة وقلبته طبعا وخليته تبلش بالغليان وتغلي. تقدرين تحطين بعد مي إذا تحبين خفيفة. بالنسبة لبهارات حطيت ملح بس وفلفل أسود، وقلبتهن زي هيك مع بعضهن وخليتها تتسبك. عمالة غطيتها وخليتها تستوي، ما شاء الله زي ما انتم شايفين طلعت زي هيك غير شكل. طبعا طبخت بجنبها شوية رز أبيض مع حمص، قلت هالمرة خليني أغير هيك يعني مشان عيال صغار يحبون التغيير، يحبون الشغلات الجديدة. وحطيتها مع الرز ما شاء الله. طبعا احنا اكيد ناكل بصدر بس هيك عشان التصوير يعني نحطه بصحن ونرتبه ونتكتكه. زي ما انتم شايفين هذه الشوربة ما شاء الله يعني به بصل وثوم ونفس الوقت زاكية وما يدرون عيال. أما كيكة الكسترة فهي طريقة سهلة كثير وما تاخذ وقت. أول شي طبعا هبلش بالطحين. عندي كوبين وربع من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، نص كوب من بودرة الكسترة اللي دائما هيك نسويها مع حليب، وعندي هان معلقتين صغار من البيكنج باودر. هذول كلهن ودي أخلطهن مع بعضهن وأبلش أنخلهن. إما تنخلينهم جاط ثاني أو مثل طريقتي أنا دائما أحب أستخدم هذه الطريقة بنفس الجاط بس يكون الجاط كبير شوية. أخذ قسم من الطحين بالمنخل أنخله لحتى تقريبا أنخل كل الكمية. طبعا بعدين راح أجيب 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة عشان لما ينخفقن يعطيني رغوة. حطيت معلقة صغيرة من الخل ورشة من الملح. الملح دائما أحطه مع البيض لأنه فعلا يعطي نتيجة بالخفق. راح أخفق البيض بس مع ملح وخل على سرعة عالية تقريبا دقيقتين 3 دقايق لحتى يصير لونه فاتح على بياض. بعد ما يعطيني هذه النتيجة شوفوا ما شاء الله. بعدين راح أضيف السكر. حطيت أنا كوب من السكر، تقدرين تحطين لحد كوب ونص إذا تحبين الكيكة تكون حلوة حسب. وهان معلقتين صغار من الفانيلا. وبعدين راح أخفق على سرعة عالية لحتى تقريبا يذوب السكر 100%. بعدين راح أضيف الزيت والحليب. عندي كوب زيت نباتي، طبعا استخدمت الكوب المعياري كل المقاييس، وعندي كوب من الحليب خلطت هان حليب مع بودرة ما كان عندي حليب سائل. خفقت على سرعة بطيئة كثير بس يختلطن مع بعضهن. بعدين راح أبلش أضيف خليط الطحين. طبعا راح أضيفه تقريبا على 3 دفعات. بالأول راح أخلط بالمعلقة عشان إنه الطحين ما يصير يتناثر لما نخلط بالخلاط، وآخر شي راح أستخدم الخلاط. طبعا راح أضيف كل الكمية. شوفوا ما شاء الله كيف هسه اللون بالتدريج راح يصير لونه عصفار عشان بودرة الكسترة. وعشان أضمن إنه الكسترة تذوب 100% أو البودرة تذوب، راح أجيب نص كوب من الماء المغلي وربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. بعدين راح أحطه مباشرة على الخليط وراح أخلطه على سرعة متوسطة لحتى الخليط كله يختلط. طبعا أنا مشغل الفرن على أوطى درجة حرارة. استخدمت القالب الكيك العادي تقريبا قاسه 21 سنتي. طبعا دهنته بالزبدة ورشيته بالطحين، وراح أحط الخليط هذا كامل بعد ما أحركه بالمعلقة ويصير معي بهذا القوام. راح أحطه بعدين راح أعلي الفرن على درجة حرارة 180. أنا أخذ معي 45 دقيقة بالضبط، طبعا حسب فرنش حسب درجة حرارته. بعدين راح أحمر القالب من فوق. بعد ما طفيت الفرن خليته تقريبا بالفرن بس 10 دقايق. بعدين طلعته وقلبته هان. شوفوا ما شاء الله كيف طلع أشقر وغير شكل. خليته يبرد على هالرف وبعدين قطعته هان وقدمته طبعا مع شاي أو مع حليب هيك على الفطور غير شكل أو العصريات.
وأنا أحيانًا أحب أسوي كمية كبيرة هيج مشان يعني أولادي ياخذون معهم على المدرسة، وأحيانًا بعد أحب أفرزه، يعني تفريزه كثير سهل الكيك وزاكي، خصوصًا إنه يعني إذا تحبين تسوين دايمًا كيك لعيالك، بس إنش تحطينه الكيس النايلون هذا كيس التغليف، وتغلفين كل حبة لحالة وتحطينهن بالفريزر وتطلعينهن قبل بوقت بس مشان الثلج يروح عنهن وزي هيج. طبعا هذا الكيك كثير زاكي، يعني جربوه واكتبوا لي بالتعليقات وش رايكم، حبيتوه ولا لا. يعطيكم العافية.